الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بلغنا موسما من مواسم الطاعات وفتح على عباده فيه باب الجنات والقربات وغلق عنهم أبواب النيران وصفد الشياطين المضلات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، كما في المسند وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله صيامه، فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النيران، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم. وهذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بقدوم هذا الشهر المبارك. كيف لا يبشر المؤمنون بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنبون بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر الغافلون بتسلسل الشياطين؟ إنه موسم من مواسم البركات والخيرات، شهر ليس كالشهور، وزمان لا يشبهه زمان. منزلة شهر رمضان من الشهور كمنزلة يوسف بين إخوته. أيها المسلمون عباد الله، إن من أدرك رمضان فقد ساق الله له من الخير شيئا عظيما، فليعرف قدر ذلك. في المسند وغيره عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال طلحة رضي الله عنه: قدم رجلان من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا وقاتلا معه، فاستشهد أحدهما وبقي الآخر بعده عاما. قال طلحة رضي الله عنه: فبينما أنا نائم كأني على باب من أبواب الجنة، إذ سمعت مناديا ينادي الرجل الآخر أن ادخل، فتعجبت من ذلك وأصبحت أخبر الناس بذلك، حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مما تعجبون؟ أليس قد عاش بعده عاما يصلي الصلوات الخمس وأدرك رمضان؟ إن بينهما في الجنة من المنزلة والتفاوت كما بين السماء والأرض. تعجبوا كيف أن ذلك المتأخر الذي مات على فراشه دعي أولا إلى الجنة، وقد سبقه أخوه وكان قد مات شهيدا في سبيل الله، ذلك لأنه عاش بعده عاما وأدرك رمضان، فكان بينهما من التفاوت كما بين السماء والأرض. ليس من السهل أيها المسلم أن يبلغك الله فتدرك شهر رمضان فتصومه وتقومه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم من أناس كان في أمنياتهم أن يدركوا شهر رمضان فحيل بينهم وبين ما يشتهون، وأنت بلغك الله هذا الشهر، فماذا أنت صانع فيه؟ ها هي أيامه تطوى يوما بعد يوم، فهل أريت ربك خيرا من نفسك أم كنت من المسوفين المضيعين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد فضل هذا الشهر وخصه بأمور
لو لم يكن من ذلك إلا أنه شهر أنزل الله فيه القرآن، ولم ينزل القرآن في ليلة دفعة واحدة إلا في رمضان. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو موقوف عليه وله حكم الرفع أنه نزل دفعة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وذلك في ليلة القدر. قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. بحلول هذا القرآن في شخص أو بلد أو زمان أو وقت يبارك له فيه، فعمر يعمر بالقرآن عمر مبارك، وقلب يمتلئ بالقرآن قلب مبارك، وشهر أنزل فيه القرآن شهر مبارك، وليلة أنزل فيها القرآن ليلة مباركة. وهكذا ما التصق وحل القرآن في شيء إلا بورك فيه، فابحث عن البركة من مظانها واكتسبها من موادها لتكون رجلا مباركا. وهكذا افترض الله عز وجل صيام هذا الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ورمضان ليس مجرد شهر من الشهور وموسم من مواسم العبادة فحسب، بل هو مدرسة إيمانية يتلقى المؤمن فيها دروسا وعبرا. هكذا يعلمنا رمضان أن نلج في عباد الله الصالحين، وأن ندخل في زمرة العباد المتقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعلمنا التقوى، يعلمنا أن نعبد الله تبارك وتعالى على نور من الله، نرجو ثواب الله، وأن نترك ما حرم الله امتثالا لأمر الله وخوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. تحقيق التقوى هدف سام عظيم من حكمة شرعية الصيام، ومما يعلمنا شهر رمضان الذي حرم عليك الطعام والشراب في نهار رمضان فامتثلت أمره، هو الذي حرم عليك الخبائث في رمضان وغيره. هل لا تركت ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى فتكون من المتقين؟ مما يعلمنا شهر رمضان ومن دروس الإيمان في شهر رمضان أنه يعلمنا الإخلاص، يعلمنا أن نعمل الأعمال خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا نريد بعملنا وأعمالنا رياء ولا سمعة، فليس ثمة مخلوق على وجه الأرض، بل مخلوق من خلق الله في أرضه أو سمائه من يستحق أن يعبد من دون الله أو أن يصرف له عمل من الأعمال، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعلمك أن تعمل عملا خالصا لوجه الله، وأن تراقب الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا كيف قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد ذكر العلماء في ذلك معان، منها أن الصيام سر بين العبد وبين ربه، إذ بإمكان الصائم أن يفطر سرا ثم يظهر بين الناس وكأنه صائم ولا يشعرون بذلك. من الذي جعلك تمتنع عن الطعام والشراب بمجرد أن تسمع المؤذن يؤذن، وإذا بك تترك لذيذ الطعام بين يديك والشراب بين يديك وما أباح الله لك من قضاء وطرك لوجه الله تبارك وتعالى؟ هذا مما يعلمنا شهر رمضان.
كذلك أيضا مما نستفيده في شهر رمضان أنه يعلم المسلم الانضباط والالتزام، فإن الإنسان لا يمكن أن تنضبط حياته إلا بتدرب قلبه ونفسه على الانضباط. لا يستقر مجتمع ولا فئة ولا الدول ولا الشعوب إلا بالانضباط، سواء انضباط في مواعيدهم أو أعمالهم أو أشياء التي تقوم بها دنياهم أو غير ذلك. المؤمن ليس منفلتا، بل له رب يأمره وينهاه، بل لديه شرع يضبط لسانه وجوارحه. انظر كيف جعل الشيء حراما في وقت حلالا في وقت آخر. من الذي جعل هذا؟ إنه الله رب العالمين. الطعام والشراب والنكاح حرام في نهار رمضان، حلال في ليله. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية يعلمنا ديننا دين انضباط، دين اتزان، دين التزام بالأوامر والنواهي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، أيضاً من الدروس المستفادة دروس الإيمان في شهر رمضان درس التكافل الاجتماعي والشعور بشعور الآخرين. يوم أن يجوع الإنسان يتذكر أن هناك أناس جياع، يوم أن يعطش الإنسان يتذكر أن هناك أناس عطشا، فيشعر الإنسان بشعور غيره. فكم من إنسان عنده نعمة لا يشعر بأنها قد سلبت من آلاف وملايين البشر، فأنت تسمع غيرك لا يسمع، وأنت تبصر وغيرك لا يبصر، أنت آمن وغيرك خائف، أنت غني وغيرك فقير، أنت لديك أولاد وغيرك ليس لديه أولاد، أنت في نعمة قد سلبت من فئام من الناس. فهذا الدرس العظيم الذي يجعلنا نشعر بشعور الآخرين حتى نجود عليهم، نتفقد الفقير والمسكين، ونتفقد الأرامل واليتامى، ونتفقد الجيران المعسرين، ونتفقد ذوي الحاجة من المسلمين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. من دروس الإيمان في شهر رمضان أنه يعلمنا الصبر، يعلمنا الصبر، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بشهر الصبر. ففيه أنواع الصبر كلها: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هكذا يستفيده الإنسان في شهر رمضان، وهكذا مما يستفيده المسلم في شهر رمضان من دروس الإيمان أنه قادر على إصلاح نفسه، وليس بذلك الرجل المنهزم الذي ينهزم ويعلن انهزامه أمام الشهوات والملذات. فكم من إنسان تجده مدمنا على أمر ما من المعاصي والذنوب، فإذا نصح في ذلك قال: أنا لا أستطيع، فإذا جاء رمضان أمسك عن ذلك. دليل على أنك قادر على أن تضبط نفسك وأن تجاهدها وأن تقومها
بقوام العدل والقسط مبتغيا ذلك ما عند الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، من رحم في هذا الشهر فهو المرحوم، ومن حرم في هذا الشهر فهو المحروم، ومن فرط في بركة هذا الشهر فهو الملوم. فلا تفرط في ساعاتك ولا في أوقاتك، واعلم أنك مغبون إن لم تجد وتجتهد في هذا الموسم من مواسم الخيرات والمبرات. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.